غيابات مؤثرة تشمل تير شتيغن، غافي، داني أولمو، ليفاندوفسكي ورافينيا. نشرت الصحافة البريطانية CBS سبورتس تقريراً تحليلياً كاملاً عن الكلاسيكو المنتظر اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة. في البداية عاد التقرير إلى المواجهة الأخيرة بين الفريقين التي جرت في شهر مايو الماضي، حيث تقدم ريال مدريد سريعاً بفضل ثنائية من كيليان مبابي، لكن برشلونة قلب الطاولة وسجل 4 أهداف من بينها ثنائية للنجم رافينيا، لينتهي اللقاء بانتصار مثير لبرشلونة رغم تسجيل مبابي هاتريك. بعد ذلك ركز التقرير على وضعية الفريقين الحالية، مشيرا إلى أن ريال مدريد يدخل اللقاء بتشكيلة شبه مكتملة باستثناء إصابة كل من دافيد ألابا وأنطونيو روديغر، في حين يعاني برشلونة من غيابات مؤثرة تشمل تير شتيغن، غافي، داني أولمو، ليفاندوفسكي ورافينيا، ما يجبر المدرب هانسي فليك على إعادة النظر في خطته الهجومية. أما عن التشكيلة المتوقعة فمن المنتظر أن يقود كل من مبابي، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام وفالفيردي هجوم ريال مدريد، بينما سيعتمد برشلونة على لامين يامال، ماركوس راشفورد وفيران توريس في الخط الأمامي.